شاهد كيف يعيش أبطال مسلسل في 17 في الحياة الواقعية والديانات والأعمار الحقيقية لأبطال مسلسل في 17. لن تصدقوا أن بعضهم غير مسلمين. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الممثلة بيرة إحسان أوسلو ولدت في 30 من شهر يونيو عام 2005. عمرها 22 عاما، طولها 1.73 متر، وبرجها الفلكي هو السرطان، وهي مسلمة الديانة. ممثلة صاعدة، ومسلسل في 17 أول عمل تمثيلي لها. الممثل دينيز علي جانكورور ولد في مدينة اسطنبول في 18 من شهر أغسطس عام 2007، وعمره 19 عاما، طوله 1.75 متر، وبرجه الفلكي هو العذراء، وهو مسلم الديانة. ظهر لأول مرة في التمثيل في مسلسل حب حياتي، وبعدها شارك في مسلسل ابنتي ومسلسل الغرفة الحمراء. الممثلة إس جي داليجيتش ولدت في 6 من شهر فبراير عام 2001، وعمرها 25 عاما، طولها 1.73 متر، وبرجها الفلكي هو الحوت، وهي مسلمة الديانة. تخرجت من قسم المسرح، وظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2024 في مسلسل تل الرياح، وثاني عمل لها هو مسلسل الأعراف. الممثل إيفي موسى ولد في عام 2005، وعمره 21 عاما، وطوله 1.88 متر، وهو مسلم الديانة. في عام 2023 حصل على المركز الأول في فئة الرجال في مسابقة ملك وملكة جمال تركيا. ظهر لأول مرة في التمثيل عام 2021 في مسلسل الحفرة، وثاني عمل له مسلسل في 17. الممثلة ديلار أكسوبيك ولدت في مدينة أزمير في 24 من شهر يوليو عام 1987، وعمرها 39 عاما، طولها 1.68 متر، وبرجها الفلكي هو الأسد، وهي مسلمة الديانة. تخرجت من قسم المسرح بمركز مجدات جزيل للفنون، وظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2012 في مسلسل أحد المنازل، وبعدها شاركت في مسلسل حريم السلطان، ومسلسل علي رضا، ومسلسل وجع القلب، ومسلسل ليلى، ومسلسل الحسد. الممثلة ديلارا غير متزوجة، وكانت ترتبط بعلاقة مع الممثل أونور باي الذي كان يصغرها ب9 سنوات. الممثل أرمغان أوغلو ولد في مدينة اسطنبول في 11 من شهر فبراير عام 1984، وعمره 42 عاما، طوله 1.91 متر، وبرجه الفلكي هو الدلو، وهو مسلم الديانة. ظهر لأول مرة في التمثيل عام 2014 بدور صغير في مسلسل أهل الأرياف، ومن أبرز أعماله مسلسل بربروس، ومسلسل قليل من ضوء النهار، ومسلسل شقة الأبرياء، ومسلسل طائر الرفراف. الممثل أرمغان غير متزوج، وكان يرتبط بعلاقة مع الممثلة ياسمين إيلين. الممثلة نسرين جافادا زادا ولدت في مدينة باكو عاصمة أذربيجان في 30 من شهر يوليو عام 1982، وعمرها 44 عاما، طولها 1.68 متر، وبرجها الفلكي هو الأسد، وهي مسلمة الديانة. كانت ترتبط بعلاقة مع الممثل جهكان الكان، وبدأت علاقتهما خلال تصوير مسلسل التفاح الحرام، وبعدها دخلت في علاقة مع الممثل بامير بيكين، وانفصلا بعد أشهر من المواعيد.
المواعدة. وقبل شهرين تزوجت من حبيبها رجل الأعمال قدير تينير أونشال الذي يصغرها ب7 سنوات. الممثلة هالين ألفرين ولدت في مدينة اسطنبول في 10 من شهر إبريل عام 2006 وعمرها 20 عاما. طولها 1.70 سنتي وبرجها الفلكي هو السور، وهي مسلمة الديانة. هالين نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك، ومسلسل الخفقان هو أول عمل تمثيلي لها. الممثل أتايا شات ولد في مدينة أنقرة في 30 من شهر أغسطس عام 2002 وعمره 24 عاما. طوله 1.85 سنتي وبرجه الفلكي هو العذراء، وهو مسلم الديانة. تخرج من قسم الهندسة بجامعة تشنكايا، وبدأ مسيرته المهنية كوجه إعلاني، ومسلسل الخائن هو أول عمل تمثيلي له. الممثلة جيرين آيروك ولدت في مدينة سامسون في 4 من شهر أغسطس عام 2002 وعمرها 24 عاما. طولها 1.67 سنتي وبرجها الفلكي هو الأسد، وهي مسلمة الديانة. ظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2024 في مسلسل أزهار الثلج. الممثل تيشاغان إيفي أكمان ممثل صاعد ولد في مدينة اسطنبول في 6 من شهر يونيو عام 2007 وعمره 19 عاما. طوله 1.80 سنتي وبرجه الفلكي هو الجوزاء، وهو مسلم الديانة. بدأ مسيرته المهنية كمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على منصة يوتيوب، وظهر لأول مرة في التمثيل في مسلسل حريم السلطان، وبعدها شارك في مسلسل في الداخل، وأحدث أعماله مسلسل العبقري. شاهد كيف يعيش أبطال مسلسل الأعراف في الحياة الواقعية، وتعرف على أزواج وزوجات أبطال مسلسل الأعراف. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الممثلة إزبيتا ليجيتش ولدت في مدينة اسطنبول في 6 من شهر فبراير عام 2001. عمرها الآن 25 عاما. طولها 1.73 سنتي. برجها الفلكي هو الحوت، وهي مسلمة الديانة. تخرجت من قسم المسرحة بجامعة شنكالي، وبعد تخرجها تلقت دروسا في التمثيل والتمثيل أمام الكاميرا. ظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2024 في مسلسل تل الرياح، وثاني عمل لها مسلسل الأعراف. الممثل فيرات كايا ولد في مدينة ماردين في 26 من شهر أغسطس عام 1997. يبلغ من العمر 29 عاما. طوله 1.85 سنتي. برجه الفلكي هو العذراء، وهو مسلم الديانة. درس التجارة في جامعة أزمير، ثم ترك دراسته والتحق بقسم المسرح في كلية الفنون الجميلة بجامعة بورصة. ظهر لأول مرة في التمثيل عام 2018 في مسلسل 01، وبعدها مثل في مسلسل إنه حب ومسلسل صلاح الدين الأيوبي. الممثلة بيرفان ميرت ولدت في مدينة اسطنبول في 3 من نوفمبر عام 1972. تبلغ من العمر 54 عاما. طولها 1.70 سنتي. برجها الفلكي هو العقرب، وهي مسلمة الديانة. بدأت مسيرتها المهنية كممثلة سينمائية، وظهرت لأول مرة في التلفزيون عام 2021 في مسلسل واحد منا، وبعدها مثلت في مسلسل التفاح الحرام ومسلسل الأسيرة. هي متزوجة وأم لابنان.
الممثل إيرول يافان ممثل سينمائي وتلفزيوني ومغني تركي، ولد في مدينة اسطنبول في 30 من شهر أغسطس عام 1971. عمره الآن 55 عاما، طوله 1.83 سنتي، برجه الفلكي هو العذراء، وهو مسلم الديانة. ظهر لأول مرة في التمثيل عام 2008 في مسلسل الأزقة الخلفية، وبعدها مثل في مسلسل أسميتها فريحة، وثم مسلسل التفاح الحرام، ومسلسل العهد، ومسلسل زهرة الثالوث، ومسلسل زهور الدم. الممثلة إيشيل ميت ولدت في مدينة اسطنبول في 7 من شهر إبريل عام 1980. عمرها اليوم 46 عاما، طولها 1.68 سنتي، برجها الفلكي هو السور، وهي مسلمة الديانة. تخرجت من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية بجامعة اسطنبول، وظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2012، وبعدها مثلت في مسلسل 20 دقيقة، ثم مسلسل التفاح الحرام، ومسلسل الخائن، ومسلسل لقد أخطأت. الممثلة إيشيل غير متزوجة. الممثل كان أركات ولد في مدينة اسطنبول في 21 من شهر إبريل عام 1992. عمره اليوم 34 عاما، طوله 1.88 سنتي، برجه الفلكي هو السور، وهو مسلم الديانة. تخرج من قسم تمثيل مركز مدجزي للفنون. أول عمل له هو مسلسل الأعراف. الممثلة إيلا كاراتاش ولدت في مدينة اسطنبول عام 1997. عمرها اليوم 29 عاما، طولها 1.72 سنتي، وهي مسلمة الديانة. تخرجت من قسم الإعلان بجامعة أسكي شهير، وبعد التخرج عملت كمديرة لوسائل التواصل الاجتماعي الرقمي لفترة طويلة، ومسلسل الأعراف أول ظهور لها في التمثيل. الممثل تاغري بايلان ولد في مدينة أزمير عام 1999. عمره اليوم 27 عاما، طوله 1.81 سنتي، وهو مسلم الديانة. في عام 2023 حصل على المركز الثاني في مسابقة أفضل عرض أزياء في تركيا، وبعد مشاركته في البرنامج حصل على قاعدة جماهيرية كبيرة، ومسلسل الأعراف أول ظهور له في التمثيل. الممثلة إلسو ديميغري ولدت في مدينة أنطاليا في 3 من شهر يوليو عام 2005. عمرها اليوم 21 عاما، طولها 1.72 سنتي، برجها الفلكي هو الأسد، وهي مسلمة الديانة. في عام 2023 حصلت على لقب ملكة جمال البحر الأبيض المتوسط، وبعد المسابقة بدأت العمل مع وكالة عرض أزياء. ظهرت لأول مرة في التمثيل عام 2024 في مسلسل زهور الدم، وثاني عمل لها مسلسل الأعراف. الممثلة ألسو ديميغري غير متزوجة. الممثل أمين جونيش ولد في مدينة اسطنبول في 3 من شهر يوليو عام 1994. عمره اليوم 32 عاما، طوله 1.87 سنتي، برجه الفلكي هو الأسد، وهو مسلم الديانة. بدأ مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم حتى بلغ 18 عاما، ثم ترك ممارسة كرة القدم بسبب الإصابة. تخرج من قسم الرسم الميكانيكي بجامعة مرمرة، وبعد التخرج تلقى تدريبا في التمثيل، وظهر لأول مرة عام 2021 في مسلسل الغرفة الحمراء، وبعدها مثل في مسلسل شقة الأبرياء ومسلسل زوجة الأب، وآخر أعماله مسلسل الخيانة. الممثل أمين غير متزوج.